السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبنات طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الخاصة بمراجعة ليلة الامتحان. معاكم مستر تامر سعد. النهاردة يا شباب إن شاء الله هنحل بعض الأسئلة الهامة والمتوقعة في امتحان الشهادة الإعدادية. هنبدأ الفيديو بتاعنا بسؤال المحادثة، عايزك تركز معايا. المحادثة الأولى: A tourist wants to go to خان الخليلي. تورست عايز يروح خان الخليلي. تورست بيقول Excuse me, can you help me? I am lost. سامي رد عليه قال له certainly. وبعد كده سامي سأله سؤال، فالسائح قال له I would like to go to خان الخليلي. Is it far؟ السؤال اللي سامي وجهه هنا قال له Where would you like to go؟ بعد كده سامي قال حاجة رد على السؤال بتاع السائح اللي هو Is it far؟ وتكملة الجملة بتاعت سامي It's about a 5-minute walk. فكان بيقول له طبعا No it is not. بعد كده السائح سأل سؤال، سامي رد عليه قال له No it is very easy, I can give you directions. فكده السؤال فوق هيبقى Is it hard to walk there؟ بعد كده السائح رد طبعا على كلام سامي فقال له Thanks, that's very kind of you. سامي قال له Not at all, now walk past the botanical gardens. تورست قال له Yes I can see it. سامي رد Right after the botanical gardens، وقام مكمل كلام. فالتورست قال له So after the botanical gardens I turn left. يبقى دي هتبقى التكملة بتاعت نمبر 5 اللي هي turn left. بعد كده سامي قال له That's right, it's next to the mosque. المحادثة التانية: A customer wants to buy a new TV. assistant بيسأل Hello, how can I help you؟ customer رد عليه قال له I want to buy a new TV. ما هي دي موجودة عندنا في الجملة اللي فوق المحادثة. I want to buy a new TV. عايز اشتري تلفزيون جديد. assistant قال له Do you want a smart one or an ordinary one؟ فاحنا مش عارفين الكاستمر قال له ايه غير لما assistant قال له Well this one is smart. يبقى كده الجملة اللي فوق I want a smart one please. بعد كده كاستمر سأل سؤال، فاسيستنت رد قال It's 10,000، يعني تمنه 10,000 جنيه. فكده يبقى السؤال فوق How much is it؟ بعد كده كاستمر سأل سؤال، فاسيستنت رد قال Yes there is a 10% discount, you can pay 9,000. يبقى كده كان بيسأل على الديسكاونت فوق، بيقول له Is there a discount؟ بعد كده الكاستمر رد قال Oh well that's great, I will buy it. أنا هشتريه. المحادثة الثالثة: نور and جانا are talking about the mid-year holiday. فنور بتقول The mid-year holiday will be next week. فجانا سألت سؤال، نور ردت قالت I am going to go to دهب. فكده بتسألها فوق Where are you going to go؟ بعد كده جانا سألت سؤال، فنور ردت عليها قالت لها Because it's a wonderful place for a holiday. يبقى كده كانت بتسألها why، لأن عندي الإجابة هنا because. بعد كده جانا سألت Who will you go with؟ انت هتروحي مع مين؟ نور هتقول لها I will go with my family، أو أي حد، يعني مش شرط my family. بعد كده جانا قالت What activities can you do there؟ ايه الأنشطة اللي انت هتعملها هناك؟ نور هترد تقول لها I can go swimming, fishing، أي حاجة يا شباب. بعد كده جانا بتقول I hope you enjoy your mid-year holiday. طبعا نور هتقول لها thanks. المحادثة الرابعة: هاجر hasn't seen her friend رشا for a long time. فهاجر بتقول Hi رشا, how is it going؟ فرشا هترد عليها تقول لها I am fine thanks. هاجر بتقول I haven't seen you for a long time, where have you been؟ فاحنا مش عارفين رشا ردت قالت ايه. هاجر قالت لوكسور وفي اكسكليميشن مارك علامة تعجب، فكده يبقى فوق I have been to لوكسور. فقالت لها لوكسور. هنا سألت سؤال، فرشا ردت قالت to see the monuments there. فكانت كده بتقول لها why، لان عندي برضو الاجابه هنا بادئه ب2، يبقى السؤال بواي. بعد كده هاجر سالت سؤال، رشا قالت لها I stayed there 14 days. يبقى كده كانت بتسالها عن المده، تقول لها how long did you stay there؟ بعد كده هاجر قالت do you recommend me to visit Luxor؟ قالت لها yes I do, it's a nice place. المحادثه الخامسه: علي is making a complaint about a wrong item.
assistant hello can I help you. علي رد عليه yes I have a complaint. عندي مشكلة. assistant قال oh dear وقام سأله على المشكلة بقى what is the problem. علي قال له I ordered a microwave from your website but when the delivery arrived it was a kettle. assistant قال له I am sorry about that وقام سأله سؤال. فعلي قال له yes it's علي مصطفى and my phone number is وكتب له رقم التليفون. فكان فوق طبعا بيطلب منه اسمه رقم تليفونه فيقول له can you tell me your name and telephone number please. فعلي اداله المعلومات ديت. بعد كده assistant قال له I will call the delivery company to send you the correct item. فقام طبعا علي سأل سؤال assistant رد عليه yes of course they can call you when they come. فطبعا كده فوق بيقول له can they call me when they come. فاسيستنت رد عليه علي في الاخر طبعا قال له thanks. المحادثة السادسة مريم is talking to her friend رنا who is reading an article. فمريم بتقول hello رنا what are you doing. فرنا ردت قالت لها I am reading an article. فمريم سألت سؤال. رنا ردت قالت it's about the Decent Life Initiative in Egypt. يبقى كانت بتقول لها ايه what is it about. بعد كده مريم قالت واو وسألت سؤال. رنا ردت عليها it says that it will make a difference to millions of people in rural areas. يبقى هتقول لها فوق ايه what does it say. مريم قالت does this initiative provide more health care for them. طبعا رنا هترد عليها هتقول لها yes it does. بعد كده مريم قالت what do you think of this initiative. طبعا هتقول لها I think it's a great one. المحادثة السابعة مروان is telling يوسف about their last holiday. يوسف بيسأل سؤال. مروان قال له I went to my grandfather's farm. يبقى كده يوسف بيقول where did you go last holiday. يوسف سأل سؤال. مروان قال it's in Giza. يبقى كده السؤال where is it. بعد كده يوسف قال what did you do there. انت عملت ايه هناك. مروان هيقول له اي حاجة. ممكن يقول له I planted some trees. I helped my uncle there. اي شيء. بعد كده يوسف قال did you see farm animals there. قال له طبعا yes I did. بعد كده يوسف قال can I come with you next time. طبعا مش عارفين مروان قال له yes or no غير لما يوسف قال له thanks you are very kind. يبقى كده طبعا هيقول له ايه sure. المحادثة الثامنة سهى tries to find a solution for منا's problem. سهى بتحاول تدور على حل لمشكلة منى. فمنى بتقول I have got a problem. فأكيد سهى هتسألها تقول لها what's wrong أو what happened أو what's the problem. منى قالت one of my friends told me a secret and I didn't keep it. بتقول لها واحدة من صحباتي قالت لي سر وأنا ما حافظتش عليه. فقامت سهى سألة سؤال. فمنى قالت she is really angry with me now. يعني هي زعلانة مني جدا الآن. فطبعا سهى كده هتسألها تقول لها how is she now أو what does she feel now. بعد كده سهى قالت I am sorry to hear that وكملت كلامها. منى قالت I have tried to say I'm sorry but she doesn't want to talk to me. فسهى كملت كلامها بتقول ايه فوق you can say sorry to her. ممكن يعني تعتذر لها. منى قالت it's a good idea I will try sending her an email today thank you. فكده هتقترح عليها تقول لها you can send her an email and apologize to her. وفي الآخر طبعا سهى هتقول لها you are welcome بعد طبعا thank you. المحادثة الأخيرة عصام is talking to محمد who has got a problem. عصام بيتكلم مع محمد اللي عنده مشكلة. فعصام بيقول you look sad what is the matter محمد. محمد هيرد عليه يقول له I have got a problem. عندي مشكلة. فطبعا عصام هيسأل يقول له ايه المشكلة ديت بالسؤال بتاع what's wrong أو what happened أو what is the problem. محمد بيحكي له المشكلة بيقول the problem is that my friend doesn't want to talk to me anymore. بيقول المشكلة ان صديقي مش عايز يتكلم معايا خالص. فطبعا عصام هيقول له why لماذا.
لأن طبعا محمد رد قال له because I lost his watch، لأن أنا فقدت ساعته أو ضيعت ساعته. عصام هيقترح يقول له you can buy him another one، يعني أنت ممكن تشتري له واحدة تانية. فمحمد رد عليه قال له I can't، I don't have enough money، أنا طبعا ما عنديش فلوس كفاية. عصام قال له I will lend you the money you need، طبعا محمد هيشكره ويقول له thanks. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة رجعنا على السؤال الأول في الامتحان اللي هو سؤال المحادثة. إن شاء الله هنحاول ننزل لكم فيديو كمان نراجع فيه على أسئلة التشويس وأسئلة التصحيح. أشوفكم على خير الحلقة اللي جاية. جود باي.